ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وجايب لكم النهارده فيلم حكاية، بس الأهم عندي تتابعوني للنهاية. وفيلمنا بيبدأ بقطع إرسال التلفزيون لتقديم رسالة مهمة، والأخبار بتقول إن في فوضى على الحدود ما بين الهند وبنجلاديش. وفي سنة 1988 في البحر ما بين الهند وبنجلاديش إبراهيم بيقول سرطار كده غلط اللي انت هتعمله، ودفعوا لك كام عشان الخيانة دي. والاخبار بتقول ان في شخص مجهول خطف مستشار الامن القومي الهندي اللي اسمه ابراهيم، وابراهيم بيقول هيتم تدمير اسرتك بالكامل وهتموت علشان انا المستشار الامن الوطني الهندي. وده بيقول لرسول هو سرطار، ورسول بيقول له ايوه. وابراهيم بيقول كده خيانة لبلدك وانت خاين، وافتكر بكده عمرك ما هتدخل الهند، انت عارف كده كويس. وسرطار بيقول له انا عارف انا بعمل ايه، وساعتها بيقتله. وبنعرف ان سرطار اول خطوة عملها علشان يكون جاسوس ان هو ما يسجلش اي سجل لقاه. وانا عمري ما خالفت قسم، بس دلوقتي هخالف القسم بتاعي وهكتب كمان الحقيقة. والسؤال مين انا وايه هي هويتي؟ واحنا بنعمل كمجموعة في الظل وبنكون اسمنا الجواسيس، والجاسوس هو اللي بينقذ البلد من خطر مجهول. وفي الوقت الحالي في الهند، وبنكون هنا في الحزب اللي اسمه ماماكي، واعضاء الحزب بيقولوا احنا لازم نكون مشهورين، وكل واحد هنا بيقول فكرة، والشباب بيقولوا ما نيجي نفتح قناة على اليوتيوب وننشر فيها اللي احنا عايزينه. وفارم رئيس الحزب بيقول لهم هيكلفنا كام الموضوع ده؟ وده بيقول له احنا مش محتاجين بس الا ايميل. وفارما بيقول له طب انت مستني ايه؟ يلا افتح. وده بيقول له محتاجين محتوى بيقترح باعمال شغب، وهو ده اللي هيكون المحتوى بتاعنا، واحنا جايين على هنا كانوا مخطيين تمثال تاور ولازم نعمل شغب علشان يشيلوا الخطا ده. وفارما يقول له وبعد كده، والشاب يقول له طبعا هنركب الترند، واحنا عندنا ظابط دايما ترند وهو في شيء، وان الشغب ده هيلضخ اسمه وهنكسب احنا الشهرة والسمعة كمان، وهنخليه هو الشرير وهتكون انت البطل. وفارما ساعتها بيعجبه الفكرة قوي، وده بيسأل بتاع الشاي ايه الاخبار جوه، وبتاع الشاي بيقول له باين كده هيكون في امطار كتير قوي عند تمثال تاور. وبتبدأ رجالة حزب ماماكي يجمعوا الرجالة علشان الشغب، وبيكون في ناس منهم بتبلغ جهاز المخابرات، وبتوصل رسالة من المخابرات الى المفوض، ويقول لسامي حزب ماماكي عايز في جي وهيعملوا كمان شغب، ولو نجحوا هتكون سمعة الاسم كلها وحشة ساعتها. واتكلم معاهم من غير ضرب وبلاش في شيء يروح هناك. وبيمشي سامي، وبيكون اعضاء الحزب بيكسروا الازاز، وسامي بيتكلم معاهم وهم بيطالبوا ان في شيء يجي. وساعتها في شيء بيجي وبينزل من العربية، وبيروح كمان لفارما وبيطلع الميكروفون وبيقول لهم اتسهروا بس بلاش ازعاج واحنا كمان هنحميكم. واعضاء الحزب بيتعصبوا وبيكسروا كمان العربيات، وفي شيء بيقول لهم احنا مش هنعمل اي حاجة لما يتقدم شكوى من المتضررين. واعضاء الحزب كمان بيولعوا في العروسة، وفي شيء بيجيب عربية نقل والعسكري بيمسك الخرطوم، واعضاء الحزب ساعتها بيضحكوا وبيتريقوا، وفي شيء بيولع الكبريت، بس ساعتها بيكون الخرطوم ده بيطلع بنزين، وكل اعضاء الحزب بيهربوا، وبيفضل فارما واقف لوحده. وساعتها بتكون صورة في شيء وفارما ترند على الميديا كلها، وبيكون في شيء مهتم بالميديا قوي وبيخلي الناس كلها تعرفه بالطريقة دي، وبيرقص ويغني كمان. وهنا في المحكمة الدولية بيكون في نزاع سدود غير قانوني ما بين الصين والهند، وبتكون الجلسة الأخيرة، وممثلة الصين بتقول إن الهند مش بإمكانها المحافظة على المية ولا حماية كمان الاحتياطي بتاعها، وإن هم سابوا الفيضان وعلشان كده بنينا السد وهنستخدمه كمان بكفاءة. والهند دلوقتي بتشعر بالخيرة، وبيكون ممثل الهند هو رسول ويقول كان زمان الهند ما تعرفش تحافظ على المية، ودلوقتي الهند مكتفية بسدها، وقالوا ان احنا كمان فقراء في الموارد المائية، وعندنا دلوقتي خطة للموارد المائية وهقدم ليكم كمان الخطة. وهنا بتكون الهند واحدة وخط الانابيب واحد، وان كل الانابيب هتكون منتشرة في الهند في شبكة واحدة، والبداية هتكون من كبال تسارام، والبداية هتكون يوم 15 نوفمبر خلال 3 سنين، وهتكون الشبكة دي منتشرة، وهنكون رواد في إدارة المية في العالم. وبطلب من المحكمة بوقف بناء السد، والحكم بيكون وقف السد، وبيمشي رسول من المحكمة وهو منتصر، وده بيكون شيتا وبيتفرج على رسول على التي في وبيكيله ليه اتصال، بس ساعتها بيكون شفرة مورس، وساعتها بيكتب الشفرة وبيروح وبيتصل بالصرصور ويقول له
كنت فين طول المدة دي؟ ويقول له تحت الارض وجه الوقت المناسب للخروج. ويقول له رسول كسب القضية، وكل ده وهو بيخدع الهند وخدع العالم كله معاه. وبيكون رسول من المستثمرين وبيتكلم معاهم عن المشروع هند واحدة وخط انابيب واحد، وفي الواقع هو التحكم في المية والسيطرة عليها كمان. والصرصور بيقول لازم يخرج الضفدع، وساعتها هيفكر القديم والجديد وان الشعب الهندي متحمس لرسول وان هو منقذهم ولازم سرطار يرجع ولسه بدور عليه. وشيتا بيقول له لو سرطار لسه عايش مش هيخرج الا بالكود ريد، وانت عارف فين كود ريد ومش هنعرف كمان نرجعه. وصرصور بيقول له هنسرقه ومحتاجين حد بس يعمل كده، وهدور انا على سرطار وانت دور على اللي هيسرقه. وفي حفلة خطوبة بنت سامي بيكون في جاي موجود، وده بيقول له حبيبتك سالي رفعت قضية ضدي، وده كمان وده كمان. وفي شيء بيقول لهم ليه بتقولوا عليها انها حبيبتي، ودي بتكون سالي. وساعتها في شيء بيفضل يمتح عليها وبيحاول في شيء يلطف الجو معاها، بس هي بتكون شديدة قوي معاه في الكلام. وبتروح سالي تسلم على العروسة، وبيروح في شيء يقعد مع كبار الشرطة اللي موجودين في الفرح. والمفوضة بتقول ليهم في شيء فخر لكل الشرطة، وده بيقول لها مين اللي بيكون فخر للشرطة، بس تاريخ ابوه الخاين وقاتل كمان، وكان غلط اصلا ان هو يدخل كلية الشرطة، وانت عايزاه كمان يكون واكل الشرطة، ده يبقى عار علينا. وفي شيء ساعتها بيمشي وبيفتكر لما كان صغير وكل عيلته ميتة في البير، وبيصحى من النوم وسامي بيدي ليه القهوة ويقول له سيبك من الكلام اللي اتقال. وفي شيء بيكون حزين قوي علشان هو اللي بيدفع الثمن بتاع خيانة ابوه، وهيفضل كمان هو النقطة السوداء في الملف بتاعي، والناس مش فاكرة اي حاجة بعملها. وسامي ساعتها بيحاول يهديه، وبنعرف ان سامي هو اللي ربى في جاي. وفي المحكمة بتكون قضية سميرة والمحامية بتاعتها بتكون سالي. وسالي ساعتها بتقول لازم نوفر المية، ومش لازم تسليم المية لشركة خاصة، ولازم ايقاف مشروع هند واحد وخط انابيب واحد. وبتيجي رسالة لسميرة وبتخرج بره، وبتقابل ساعتها شيتا وتقول له انت مين وعايز ايه، ويقول لها في حل واحد عشان نوقف المشروع ده. وبيديلها ورقة وروح المحطة وهتقابلي شخص بس ما تركبيش القطر معاه. وساعتها بيمشي. وتاني يوم بيكون في مظاهرات امام مبنى رشا، وهو بيكون مبنى الامن القومي. وبيروح في جاي، وساعتها بيعرف ان المتظاهرين بيجمعوا بعض عبر الجروب بتاع الواتس، وبيطلب ساعتها عربية التشويش. وبيروح يتكلم مع سميرة، وسميرة بتقول له لازم مشروع الانابيب ده يتوقف. وبتيجي ساعتها سالي، وساعتها في شيء بيقول لهم روحوا تسهروا هناك، وبيفضل يحركهم كل شوية ناحية الشمس. وبيجي الشرطي اللي في جاي وبيقول له كه الامر بالقبض عليهم. وساعتها في شيء بيقبض على كل المتظاهرين، وبتركب معاهم كمان سالي، وبيفضل في شيء يتكلم معاها، وبيتخيل ان هو بيرقص وبيغني كمان معاها. وفي اخر اليوم بيكون في شيء مروح، وبيجي الشرطي ده وبيقول له معاك تفاصيل عن المتظاهرين، وفي شيء يديله المحضر ويقول له ليه ده كله. والشرطي بيقول له في ملف مهم قوي اختفى من مبنى رشا، وطبعا الكاميرات اتوقفت بسبب عربية التشويش. وساعتها في حد اقتحم المكان وسرق كمان ملف مهم قوي. وبيعرف في شيء ان في سرتاب تحت المبنى، وفي غرفة تسجيل لجناح التسجيل والبحث، وبيحتوي كمان على اسرار الجيش القديمة، وانهم يتصلوا بكود ريد، واللي سرقه لازم يكون خاين للبلد. وساعتها بياخد الملف ويمشي. وفي واحد بيتصل بسالي وبيقول لها الشرطة عمالة تضربنا. وسالي ساعتها بتقفل الخط وبتتصل بفيجي وتقول له هو ايه اللي بيحصل، وبيقول لها في كلمة كبيرة قوي حصلت. وبيروح في شيء عند عبدول وبيشوف صور المتظاهرين، وساعتها بيتأكد ان سميرة هي اللي عملت كده. وساعتها بيمشي. وفي شيء بيتصل بكثير وبيقول له بلغ عن سميرة ان هم لازم يلاقوها، وممكن مكتب التحقيقات المركزي يتصل بيه. بيروح في شيء عند بيت سميرة وبيخبط ومفيش حد موجود، بس لما بيجي بتاع التليفري الباب بيتفتح. ولما في شيء يجري علشان يدخل، تيمي ساعتها بيتصل بالشرطة، وفي شيء بيكسر الباب وبيدخل وبياخد كمان منه التليفون، وبيكتشف ان هو ما اتصلش بحد. وتيمي في الاخر يصدق ان في شيء من الشرطة ويسأله عن امه سميرة، وتيمي بيقول له انت جاي تقبض عليها ولا ايه. وبيدخل في شيء المكان ده وبيفتح اللاب وبياخد الباسورد من تيمي،
تيمي وبيسأله اخر مرة امك اتصلت بيك امتى؟ وتيمي بيقول له من ساعتين من محل الكيك، وقالت ان هي مش هتيجي الا الصبح. وفيشي بيشوف ساعة تيمي وبيعرف ان هو ممكن يعرف مكان سميرة بيها، وفيشي ياخد الساعة وتيمي معاه، وساعتها التتبع بيوصله لمحل الكيك. ولما بيدخل العامل اللي هنا بيقول له كانت هنا بس من ساعتين، وطلبت كمان ان احنا نبعت سلة الكيك دي، وخرجت من الباب الخلفي. وبيدخل فيشي هنا وبيطور في الزبالة، وساعتها بيلاقي ساعة سميرة هنا وبيسأل في حد سأل عنها، والعامل بيقول له كان في 4 هنا وسألوا عن الزباين، والعربية بيكون عليها سيفين. وفيشي ساعتها بيقول دي المخابرات وبيمشي. وفيشي بيسأل تيمي عن القرايب اللي موجودين في البلد، وتيمي بيقول له على عنوان كوبو. وبيروح فيشي عند الدكتور كوبو ويقول له سميرة متهمة بالخيانة، ولو هتساعدها هتكون انت كمان خاين. وكوبو بيقول له انا عارف سميرة من ساعة ما ولدت تيمي، وان تيمي عنده مرض التهاب في الرئة، والتشخيص بسبب اسباب بيئية وبسبب كمان المية المعدنية، وان الاساس المية بتتعرض للشمس والحرارة وبيكون فيها مواد كيميائية بتتفاعل مع المية، وده بيكون سبب مرض تيمي. وبتروح سميرة عند مدير الشركة تعبئة المية، وهو بيقول لها هو انت جايه تهدديني ومعاكي اساسه؟ ممكن تكون انت ملياها اصلا من نهر. وتقول له طب خدها واعمل عليها تحاليل. وساعتها بيرفض وبيتعصب عليها وبيطردها كمان. وبتروح سميرة عند المستثمرين بتوع تعبئة المية وبتقول لهم هم انتم عارفين ان انتم بتعملوا كارثة صحية، وان التحسير اللي على الازازة ده مش واضح. وبعد كده عملت مظاهرات ضد شركات المية المعبأة، وكوبو بيقول له ازاي تتهمها بالخيانة وانها شخصية محترمة قوي. وفي شيء ساعتها بيمشي وبيركب العربية، وساعتها بيجيله بلاغ ان هم لقوا سميرة كسة، ويروح هو وتيمي على الشط، وتيمي بيشوف كسة امه. وفي شيء ساعتها بيفضل مصدوم، والمفوض بيقول للصحفيين ان سميرة هي اللي سرقت ملف مهم قوي من مبنى راشا وبعد كده انتحرت. وفي شيء بيفضل مصدوم وبيبص على تيمي وبيفتكر نفسه وهو صغير، وبيتعصب كمان على الصحفيين. وبياخد تيمي ساعتها وبيمشي وبيقعد هنا مع تيمي، وبيقول له ليك حد تعرفه هنا في البلد؟ وبيقول له طبعا كيتي فيكتور، وكمان معايا رسالة ممكن تساعدني ان انا ابعتها ليه. وتيمي ساعتها بيحطها في صندوق البريد، وبتيجي المخابرات وبياخدوا تيمي. وساعتها في شيء بيدي ليه الساعة بتاعته، وفي شيء بيقول لسامي في حاجة غلط وان هي مش خاينة، وازاي يقفلوا القضية على انها انتحار واكيد في مؤامرة ومش هستسلم. وبيمشي ساعتها. وتاني يوم في شيء بيقول لسامي انها اتقتلت، واقرا صفحة 3 من التقارير وبتقول فيها ان هي شربت 4 لتر مية نقية، وفي الصفحة 5 ان نسبة الكلور كانت 75%. اكيد هي خرقت في خزان كلور. وساعتها في شيء وسامي بيروحوا عند محطة لتنقية المية، وسامي بيوري صورة سميرة لوغو، ولوغو بيقول له امشي والا هتصل بالمفوض. وفي شيء بيقول لسامي اعتذر له، وسامي بيعتذر له وبيديله حته علقه معتبره. ولوغو ساعتها بيقول سميرة كانت بتحارب انها تقفل 9 شركات ميه، وكمان صورت مقطع فيديو هنا وفضحتهم، وفجاه الفيديو اتمسح وسميرة ماتت. وانا متاكد ان اصحاب الشركه هم اللي عملوا كده. وسامي ساعتها بيساله عن الشركه، ولوغو بيقول له مصنع هابي. وبيروح سامي وفي شيء عند مصنع هابي، وساعتها في شيء بيدخل وبيلاقي المجموعة دي ومش بيتكلم معاهم، ولما يعصبهم وهم بيهجموا عليه وبيفضل يضرب فيهم وبيروق عليهم بالكامل، وبصراحة ضرب فاخر من الاخر. وبيمسك تو بيسأله عن خزان الكلور، وساعتها بيلاقي حلق سميرة في الخزان، وبيفضل يضرب في الراجل ده ويقول له ليه عملتوا فيها كده. ويقول له الراجل جه لينا اتصال وفتحنا البوابة، ودخلت عربية حكومة ونزل منها 4 ومعاهم سميرة، ودخلوا المصنع. وبعدها جه شخص وهو ده اللي عذبها في خزان الكلور، وسألها عن ملف سين، والتاني يقول له لا سرطار. وبمجرد ان هو سمع اسم سرطار قتلها. وبيروح في شيء ياخد لاب سميرة من قسم الاحراز، وساعتها بيفتح اللاب وبيشوف الفيديو بتاع سميرة اللي ضد شركة المية. وساعتها في شيء بيلاقي نفسه داخل في جوه موضوع كبير قوي، وان الموضوع بيخص مافيا المية، وان الراسور هو كبير الليلة دي. وبيبدأ يفكر في كل حاجة حصلت، وبيقفل اللاب وبيكون مصدوم. وسالي ساعتها بتتصل بفيشي وبتقول له تعالى عند بيت سميرة، ولما بيروح بتقول له انا جيت هنا علشان
عشان اثبت ان سميرة بريئة. بس ساعتها لقيت مخطط لمبنى رشا، ومين اداها المفتاح ده، وانها بالفعل اللي اخذت الملف. وشيتا بيعرف الصرصور ان المهمة فشلت، وسميرة كمان ماتت. والصرصور بيقول له بس كود ريت موجود، ولازم تتأكد ان سرطار هيوصل له كود ريت. وسالي بتقول لفيجي انها لقت التذاكر دي في شنطة سميرة، وهي عمرها ما سافرت. وفيجي بيقول لها اكيد كانت بتقابل حد في المحطة. وسالي بتقول له دي تذكرة قطر الصبح الساعة 4:30. وفيجي بيقول لها كده سميرة كانت بتقابله بانتظام. والصرصور بيعرف شيتا ان السردار في سجن بنكلاديش، وشيتا بيقول له ده اكبر سجن بيكون فيه اعمال شغب مستمرة. وهنا في سجن بنكلاديش بيكون المسكونين عاملين شغب، وبيضربوا كمان في الحراس كلهم، وبيهجموا على قائدة السجن. وساعتها النجمة من كتفها بتقع وبتدخل كمان الحجز. ووقتها بيخرج رجل عجوز، وده بيكون سرطار. وساعتها بيضرب عدد كبير قوي من المسكونين من غير اي رحمة وبالقوي كمان. وساعتها المسكونين بيهربوا من قدامه، وبكده بيكون ساعة القائدة، وبيدخل تاني الحجز بتاعه. والصرصور بيقول لشيتا لازم الرسالة الحمراء توصل لسرطار. ورسول بيؤمر الرجالة بتوعه بقتل صرصور. وبتروح سالي المحطة، وفي شيء بيراقب من بعيد. وساعتها سالي بتشوف الصرصور وهو بيهرب منها، وبيجري وراه في شيء وبياخد الشنطة. وصرصور اول ما بيشوفه بيقول له سرطار. وساعتها صناديق البضائع كلها بتقع عليه وبيموت صرصور. وفي شيء بيشوف راجل رسول. وساعتها في شيء بيؤمر ان هم يشوفوا اخر مكان اتصل منه الراجل ده كان فين من ضمن الشرائح دي كلها. وساعتها بتوصل الرسالة لسجن بنكلاديش، ومأمور السجن ساعتها بيشوفها وبيكون مصدوم، وبيؤمر بالاتصال بالسفارة الهندية، وبيقول لهم ان كود ريت عندنا. ومستشار الامن القومي بيشوف الرسالة ان كود ريت موجود في بنكلاديش، وبيؤمر ان سجن بنكلاديش يبعت اسامي المسكونين اللي فوق 50 سنة. وساعتها بيشوف صورة سرطار وبينصدم، وبيبلغ مأمور السجن بأمر السكين اللي موجود في الحجز بتاع 1408، وان ده عميل شديد الخطورة وتم تدريبه من قبل المخابرات الهندية. والمأمور بيقول له هو ما يعرفش ان الرسالة الحمراء اصلا وصلت. والمستشار بيقول له تمام انا جاي في الطريق. ورسول بيعرف ان سرطار في سجن بنكلاديش، وكود ريت كمان وصلت عنده. ورسول بيقول له هم طلعوا امر بقتله، والشخص بيقول له لا. وساعتها القيادة العليا بتتصل بمأمور السجن وتعرفه ان هو يقتل سرطار على مسافة قريبة. وساعتها بيخرجوا سرطار من الحجز. والمأمور هنا بيؤمر كبير بإنجاز المهمة. والقائدة هنا بتوري الرسالة الحمراء لسرطار وهو ماشي. وفي شيء بيروح عند مكان آخر اتصال عمله صرصور، وبيكون مكان مهجور. وساعتها بيكتشف مكان سري تحت مضخة البنزين، والشرطة بتاخد سرطار فوق. وفي شيء بينزل تحت الأرض ويشوف المكان. وكبير بيتريق على سرطار ويحط السلاح على راسه. وبيدخل في شيء هنا وبيلاقي صور وملفات. وسرطار بيقول لكبير هو مين اللي طربك؟ وفي شيء بيبص على ملف. وسرطار بيضرب كبير وبياخد كمان السلاح. وفي شيء في حد بيهجم عليه، وراجل رسول يضرب في شيء، وسرطار يضرب النار على الكل وبيفكر المكان وبيكمل الضرب فيهم بالسلاح. وفي شيء بيضرب راجل رسول، وسرطار بيضربهم كلهم. وراجل رسول بيحرق المكان بفيشي وبيمشي. وقوات تانية بتيكر سرطار، بس ساعتها المدفع بيقع وبيكسر كمان السلك. وفيشي بيقوم وبياخد ملف سرطار، وسرطار هنا بينط في البحر. وفيشي بينقذ نفسه، ورسول بيعرف ان سرطار هرب من السجن. وفيشي بيفتح الملف وبيلاقي صورة ابوه الحقيقة كمان. وبنرجع لسنة 83 في الحدود ما بين الهند وباكستان، وبيكون في راعي غنم وبيروح عند قائد الكتيبة الهندية وبيعرفوا ان البحيرة فيها حاجة، والغنم كمان ما بتشربش من المية دي. وساعتها بيروح فريق وبيعملوا اختبار عن المية، وبيكون في اجتماع للقادة الهندية وبيتكلموا عن تسميم البحيرة. ورسول بيقول ان البحيرة على قمة الجبل، ولو فكرنا نهجم على باكستان ممكن نخسر في غمضة عين، ولازم نعرف ايه هي خطة باكستان. والجنرال يوسف هو قائد المعسكر اللي قريب من الحدود، وان هو هيبعت رسالة بالخطة ومختومة كمان، ولو فقد الرسالة ساعتها يوسف هيغير الخطة. وابراهيم بيقول لرسول عندك عميل للمهمة دي؟ ورسول بيقول له طبعا موجود. وبيظهر لينا هنا بص وهو بيرقص وبيغني على المسرح، ومورو بتفضل تبص عليه وبيروح بص هنا. وساعتها بنلاقي في جهاز اتصال وبيتصل كمان برسول وبيقول له سرطار لازم تسافر باكستان، والمهمة المرة دي صعبة جدا. وبنعرف ان بص ممتاز جدا في التنكر. وتاني يوم بيكون في قوات
باكستانية ماشية وبيحصل انفجار وبينصاب راعي الغنم، والقوات بتقتل الدكتور في المخيم، وبيكون ساعتها هو سرطار وبيقتل الموجود معاه، وبيتنكر كمان في عسكري باكستاني وبيدخل خيمة يوسف، وساعتها بيفتح الشنطة وبيشوف الرسالة، ويوسف بيكون عامل اجتماع وبيبعت العسكري علشان يجيب له الشنطة، ولما بيسلم الرسالة للضابط بيلاحظ ان الرسالة اتفتحت ويبلغ الكل ان في حد دخل المخيم، ويوسف يقول اقطع الرسالة وهيكون في اوامر تانية، وكل العساكر بتتجمع عند الرسام علشان اللي شاف الراعي يقول شكله ايه، وبيطلع ساعتها الرسام هو سرطار، ويوسف بيؤمر بتخيل مكان القاعدة، وسرطار بياخد الآلة الكاتبة وبيمشي، وبنعرف ان هو حط كربون، وساعتها بيعرف الاوامر الجديدة وبيبلغ بيها رسول، وبيرجع سرطار لبيته وبتكون عيلته بتحتفل برجوع اخواته من الجيش، وبنعرف هنا ان رسول وشيتا هم اللي عملوا سرطار، وان الرسول بيكون مدير مكتب المخابرات الهندية، وبالليل بيروح سرطار بيقابل رسول وشيتا وبيقول لهم لما خلصت مهمتي شفت ملف عليه تنين، ولما فتحتها عرفت المهمة ان الصينيين هم اللي خططوا بكده، وبالذات لما شفت البوصة اتطاحت ولازم نرفع بلاغ ضد الصين علشان يبدأ التحقيق، ورسول بيقول له ما تجيبش سيرة الصين في التقرير وان البلاغ هيكون عن باكستان، وسرطار بيقول له ما نقول الحقيقة ليه نكتب، ورسول بيقول له سنة 74 الهند وقعت شاحنة فيها 3 أطنان من البلوتانيوم، بس الحقيقة اللي كان موجود في الشاحنة هو صوتيوم، ووقتها الكل عرف الكذبة واصبحت الهند الكل بيخاف منها بسبب الكذبة دي، وهي دي قوة الكذبة، وخلي الصينيين عارفين ان احنا بنشك في الباكستانيين، وهنبقى نظبط احنا التحقيق بتاعنا براحتنا، وهنروح الصين عند الصرصور وهو عاملنا هناك، وبيسافر سرطار عند صرصور، وساعتها بيشوف الخريطة عاملاها الصين، وبيقول له لو احنا حطينا خط الانابيب على خريطة الهند هنلاقيها ماشية صح، وبيعرفوا ان في مسؤول كبير قوي في الهند اسمه بوصة طاحت، وان المسؤول ده طلع عليهم تراخيص بنى مصانع لصنع البلاستيك لعمل اسايس المية، وساعتها هيعبوا المية وتتباع للناس، ولازم تعرف مين هو بوصة طاحت، ولما بيرجع بص بيكوس موره، وساعتها بيبدأ في التحقيق علشان يعرف مين بوصة طاحت، وبيعرف مين بوصة طاحت، وابراهيم بيقول للرسول بلاش تحقيق وخد 5 مليون ووقف التحقيق ده خالص، والرسول ساعتها بيمشي، وسرطار بيعرف رسول ان بوصة طاحت هو ابراهيم وانا معايا كل الادلة، وكمان اخد تمن الخيانة ومبلغ 10 مليار وانا هقتله وعارف ان انا هكون خاين، ورسول بيعرف منه مكان الادلة وبيقول له ماشي اتعامل انت بقى، وانا هعلن ساعتها ان انت خاين ومش هترجع الا لما ابعت ليك كود ريد، وسرطار بيروح عند ابراهيم وبيعرف يخطفه، وبيتصل سرطار برسول من المركب وبيقول له يا ريت تعرف اهلي بالحقيقة، ورسول بيأكد ان هو هيبلغهم بالحقيقة، وساعتها سرطار بيقتل ابراهيم وبيروح رسول على بيت سرطار وبياخد الملف كمان، وبنعرف ان رسول قدم استقالته وتعاون كمان مع الصين وبقى هو بوصة طاحت، وأسرة سرطار كلها انتحرت، وسرطار كل ده ما يعرفش الحقيقة واتقبض عليه في بنكلاتيش واتسكن 32 سنة، وسامي ساعتها اخد ابنه فيشي، وفيشي ساعتها بينصدم لما بيشوف كل ده، وبتكون معاه سالي، وبيروح سرطار المكان ده وبيشوف كل الاخبار القديمة وعرف كل حاجة وقد ايه هو خسر، وبنعرف ان سرطار مخبي المعلومات في مكان سري، وبيروح ساعتها فيشي عند سامي، ولما بيركبوا العربية ساعتها سامي بيسلمه للامن القومي، وبيكون ساعتها في شيء مصطوم ويقول لسالي فيكتور، وفي شيء بيروح مبنى الامن القومي، وساعتها راك الرسول بيروح عند شيتا وبيخنقه وبيشوف تيمي، وساعتها فيكتور بيوصل مبنى الامن القومي وبيفضل رسول يتصل بالراجل بتاعه بس هو مش بيرد، وسالي بتشوف راجل رسول مقتول وفيكتور بيحط البصمة، وساعتها هو بيطلع سرطار وهو اللي تميمي وقتل راجل رسول وفضل يضرب فيه، وكمان فضل يضرب في امن مكان مبنى الامن القومي، وساعتها بيفتح الخزنة وبيدخل هو وتيمي، وساعتها بيفتح الترك بتاعه اللي فيه متعلقاته وبيخرج النسخة بتاعته اللي كان محتفظ بها، وقوات بتدخل عنده في الخزنة، وساعتها بيولع النار وبيهجم عليهم وبيضربهم كلهم، ورسول بيقفل البوابات كلها وبيروح عند سرطار، وساعتها بيعرفوا ان هو اللي قتل اسرته كلها، وفي شيء بيكون سامع كل حاجة وبيتعصب سرطار وفي شيء وبيفكر المكان بقنبلة من الحرب التانية، وساعتها سرطار بيركب الشاحنة اللي
اللي كان فيها الصوتيوم وبيكسر بيها الحائط وبيطمر اللي قدامه من قوات. وفي شيء بيهرب وبيضرب اللي يقابله، وسرطار بيكمل في الطريق وبيدمر القوات، وبيركب رسول العربية وبيقول للمساعد ان الصوتيوم لو اختلط في المية هيحصل انفجار كبير. وفي شيء بيقول لسالي انت معاكي ساعة سميرة، وتقول له ايوه، ويقول لها قولي لي مكان تيمي فين وعرفيني. وسرطار بيروح جبال ساتراد وبيطمر البوابة وبيرمي الشاحنة على فتحة الانابيب، ورسول بيكون مصطوم، وسرطار بيبدأ يقتل اللي يشوفه بالسلاح، وبيخبي كمان تيمي هنا، وبيدخل سرطار هنا، ورسول بيكلمه بالميكروفون، وبيكون في قوات كتير، وساعتها سرطار بيتعامل معاهم وبيكهربهم كلهم وبيموتوا، ورسول بيبلغ المساعد ان هو يفتح خط الانابيب، وساعتها المية هتوصل ل 300 قرية، ولو فتحها سرطار هتنفجر كل القرى. وبيجي في شيء عند تيمي وبياخده ساعتها عند فتح خطوط المية وبيعرف اللي حصل، وفي شيء بيضرب الكل، وسرطار بيضرب اللي بيقابله بكل قوة، وفي شيء بيكمل طرب، وسرطار بيطمر كل رجالة رسول وبيقتلهم، وفي شيء مش بيسيب حد، وسرطار بيكمل طرب، والمساعد بيفتح خطوط المية، وفي شيء وهو بيضربوا في بعض، وسرطار بيوصل عشان يفتح المنصة علشان يوقع الشاحنة، وفي شيء بيقع هنا، ورسول بيعرف سرطار ان خط المية اتفتح، وفي شيء بيتكلم مع رسول عن طريق اللاسلكي وبيقول له انا عملك الاسود بقى، وساعتها بيقفل خط المية، وسرطار بيضرب رسول وبيفتح المنصة والشاحنة بتقع في المية، وبيمشي سرطار والمكان كله بينفكر، وبيروح في شيء عند سرطار، بس ساعتها سرطار بيكون اختفى، لكن بيظهر لنا سرطار وهو في وسط المحيط. وبكده بيكون خلص فيلمنا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.